السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرزق والتسهيل، صباح معطر بذكر الله. شايفين النيل الجميل؟ حبيت بقى نغير لكم بقى كده المطبخ والمكان، وأوريكم حاجات جميلة كده. أدا من قدام البيت عندنا كده، أدا النيل الجميل بتاعنا، نيل مصر. ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يحفظ نيلنا ويحفظ بلادنا ويجعل الأمان في بلادنا دايما يا رب، والخير دايما فيها. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا بقى من قدام البيت قلت اما اتفرجكم بقى ايه على المكان الجميل ده الرائع، اللي دايما تحس بيه كده وانت واقفة قدامه ان مصر بخير. ان فعلا بجد مصر بخير، فيها الخير والسعادة، بغض النظر عن اي حاجة فيها. كل واحد بيحب بلده. هنا بقى النيل كده، هنا زفتة وهنا بقى كده الناحية دي كده متغمر، فالاتنين ايه منفذين على بعض. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ربنا ييسر لنا كده. ادعوا دايما ربنا كده ان ربنا يكرمنا ويوفقنا ويرضينا ويرزقنا دايما تسابيح معانا ودايما اذكارنا معانا. الاذكار بتحمينا من كل حاجة، والصلاة بتاعتنا دايما نواظب عليها باستمرار، ما نفوتش حاجة. لو احنا في اجتماع او احنا في ميعاد اكيد هنجري وهنلبس احلى حاجة. فبالتالي ان احنا برضو كده واحنا رايحين نقف قدام ربنا لازم الصلاة في الميعاد، لازم الصلاة في الميعاد. انا بقول لكم حاجات بسيطة يمكن تبقى ذكرى ليا، حاجة كويسة يمكن تبقى شفيعة ليا يوم القيامة. هنا بقى شوف الصبح بدري بقى الدنيا كانت جميلة ازاي. هنا بقى العيش الجميل بتاعنا، شايفين مفيش تدخل فيه، مفيش حاجة بتتدخل فيه. وأولا ده ردة، يعني بيبقى أسمر، عيش أسمر. شايفين بيتعجن في العجان لوحده، وأوتوماتيك كده ينزل لوحده، مفيش إيد بتتدخل فيه. العيش أسمر لأن بيدخل فيه عيش القمح. العيش الأسمر بتبقى فيه نسبة ردة. العيش البلدي العادي بيدخل فيه ردة، بيدخل فيه دقيق أبيض. شايفين؟ رحنا بقى عشان نجيب العيش الجميل ده، مفيش أي إيد بتستخدمه خالص خالص خالص. ده الرذاذ بتاع الدقيق، ده الرذاذ بتاع الدقيق، وده الشكاير كده بتاعت الدقيق. شايفين نازل اوتوماتيك، يعني من العجان للتقطيع كله بيتقطع كده، كله آلي 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 آلي، وينزل بقى هنا بالشكل الجميل ده كده. قلت ما حبيت اوريهولكم كده واقول لكم صباح الورد وصباح الفل على عيونكم، وصباح المكان الجميل، وكل حاجة في البلد عندنا فيها خير وفيها رزق وفيها بركة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا بقى كده العيش بقى كده برضو طالع بقى كده، هنا بقى في التهوية كده، وينزل بقى هم يا دوبك يمسكوه يفردوه شوية وبعدين يحطوه للناس في الأكياس. قلت اتفرجوا معايا بقى كده، شوفوا المكان الجميل كده اللي الناس بتجيب منه العيش الصبح. اللهم بارك اللهم بارك. شايفين العيش؟ صلوا على النبي. دايما الاستغفار، دايما ايه ده. انا عامله لكم جوله بقى ريفيه جميله، عامله لكم في الريف بقى كده بتاعنا كده، وجوله جميله كده. اللهم بارك. قلت افرجكم بقى على كل حاجه. هنا بقى مكان السيجان والحاجه، جبت لكم الفرن حته حته. هنا شوف بقول لكم، شايفين العيش وهو عجين بيتقطع من غير ما حد ايه يمسكه خالص. ايه رايكم؟ قولوا لي بقى ايه رايكم. ولو عايزين جولات زي دي كمان ممكن اعمل لكم حاجات تانية. هنا بقى يا جماعة اسعار الخضار بعد ما جبنا العيش بتاعنا، صحينا الصبح بدري. هنا بقى كبالكوا اسعار الخضار هناك في البلد عندنا غير هنا خالص. الاسعار جميلة، بلدي بلدي ومفيش اجمل من بلدي. بقول لكم أنا مجنونة يا قوطة، شوية ترتفع وشوية. يعني عندنا هنا القوطة بكيلو وربع، هنا بقى في البلد فيه بخمسة وفيه بسبعة. اللهم بارك اللهم بارك. هتشوف بقى بسبعة الطماطم اهوت، وفيه بخمسة بقى اللي هي الطرية. هنا بقى البطاطس ب10 جنيه، عندنا هنا ب15. الأسعار جميلة جميلة جميلة. وهنا برضو في كل بايع والتاني أسعار برضو متفاوتة، بين ده وبين ده مختلف، فيه ب11 وفيه زبونة وتحمير يا مش حرمكم من حاجة.
لو الجولات دي عاجباكم إيه، أروح أعمل لكم جولات في المكان ده، ولو عايزين في أماكن تانية ممكن أجيب لكم، بس الأماكن دي محببة على قلبي أوي. هتقولي السوق والحاجات دي غير، أقول لكم أنا ما باحبش الأماكن اللي هي الفخمة والكلام ده، أنا باحب الحاجات البسيطة كده، وباحب الريف المصري جدًا، جدًا، جدًا. هنا البرتقان بقى ب10، واليوستفندي الاتنين ب25 بس جميل. جبنا بقى، كنت رايحة بقى أنا وأختي حبيبتي كده، خدتها بقى ورُحنا، جبنا العيش وجبنا البرتقال من السوق، وجبنا الخضار بتاعنا من السوق، وكان يوم جميل والله العظيم. وهي بقى ادّتني حاجات معايا بقى وأنا ماشية كده، ربنا ما يحرمنيش منها أبدًا، 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 ربنا ما يحرمنيش منها ولا من دخلتي عليها. هنا بقى الخضرة رخصت يا بنات، لو عايزين تخزّنوا الرابطة بجنيه بس. هنا بقى سبانخ، هنا الكرنب بقى ب20 جنيه، والقرنبيط الواحدة ب10 جنيه. هنا البسلة بقى ب20 جنيه، أنا كنت جايباها ب30. البدنجان ب10، الخيار ب15. هنا بقى لقيت واحدة كده قالت لي تعالي صوريني، قلت لها حاضر يا حبيبتي والله هاجي أصورك. هنا بقى معاها الفول ومعاها البقوليات ومعاها الحاجات ديّة، قالت تعالي صوريني يا أبلة، اشمعنى أنا؟ قلت لها حاضر هاجي أصورِك يا حبيبتي. الناس هناك محترمة أوي، أوي، أوي والله. هنا بقى الموز الكيلو كان، إحنا جبنا موز الاتنين ب45، الاتنين ب45. جبنا ال4 ب90، صح كده، الاتنين ب45. هنا بقى ما رضيتش أسألها على الأسعار، ومع إنها والله بتقول لي تعالي وأنا أقول لِك الأسعار. هنا بقى الطماطم ديًّا كانت ب5 جنيه لإنها مش بلح، فجميلة، جميلة، جميلة، والأسعار جميلة جدًا. هنا برضه الراجل ده قال لي البسلة ب20، تعالي خدي، قُلت له خلاص أنا جبت. وهنا البطاطس دي كانت ب10. ويالّا بقى شوفوا بقى كده مع الجولة الجميلة ديّة. الخيار هنا ب15 كتبت لكم أهوًا. شايفين ده سوق بلدي أنا، في الفلاحين وفي القرى، مش المدينة اللي أنا عايشة فيها. هنا الموز ديّة كانت عندي 22، وهنا ما شاء الله أهوًا، شايفين؟ يالّا إيه رأيكم؟ هنا الجزر كان ب5 جنيه، هنا الجزر ب5 جنيه. حاجات جميلة والله والأسعار جميلة. عارفين لولا هنا بقى لقيت ست قاعدة بسمك مجمد برضه صورتها. وهنا الليمون قالت لي الربع ب20، عندها أسماك مجمدة. وهنا بقى الفراخ الكتاكيت الصغننة الجميلة دي، برضه في قلب السوق، الحاجات دي كلها عندنا في البلد. رحت بقى كده بقى فرحان. هنا بقى القلقاس الكيلو ب30 جنيه، وهنا القرنبيطة ب10، وهنا اللفت الربطة التلات ربط ب5. هنا بقى باقول لكم أنا عاملة لكم مفاجأة، أنا عاملة لكم مفاجأة، إيه رأيكم؟ انتظروا المفاجأة إن شاء الله من الريف إلى القاهرة، إيه رأيكم؟ هتقولوا بقى أنا رايحة فين؟ انتظروا المفاجأة، وبإذن الله، بإذن الله إن شاء الله هاعمل لكم ريفيوهات جميلة. أنتم شفتوا الريف بقى والقرى، المكان المحبب لقلبي، هتشوفوا إن شاء الله في المدينة، وقولوا لي إيه رأيكم؟ أنتم بتحبوا في رعاية الله وحفظه، أنتم بتحبوا القرى زي ما أنا باحب بلدي كده، والّا بتحبوا المكان اللي أنتم عايشين فيه؟ باقول لكم مع السلامة وبكرة تجونا، أمّني أنستونا، أمّني شرفتونا. هنا الشمس بقى كانت بتغرب كده، حبيت أوريكم المنظر الجميل وعيشوا معانا بقى. ربنا يسعد قلوبكم جميعًا.